هل عمليات تصحيح الإبصار بتلائم جميع الناس؟ الإجابة قطعا لأ. عمليات تصحيح الإبصار مختلفة وكتير، منها اللي بتتعمل بالليزر ومنها اللي بتتعمل بزرع العدسات، بس في قواعد كتير ممكن تمنعنا من عمل الأنواع دي من العمليات. أولا بسبب ضعف النظر، لأن ممكن يكون ضعف النظر مش بصري، يعني في جلطة في شريان، نزيف، انفصال شبكية، مشاكل في العصب، وده مش علاجها تصحيح الإبصار. ثانيا لو لسه اقل من 18 سنه ممنوع نعمل عمليات تصحيح الابصار. لو حاله العين، يعني لو عندنا مشكله معينه داخل العين هتمنعنا من عمل تصحيح ابصار للمريض، مش هيستفيد، يعني لو عنده سكر وعامل مشاكل في الشبكيه. رابع حاجه الحاله العامه للمريض، يعني بعض الامراض العامه زي الامراض المناعيه اللي بتؤدي الى جفاف شديد على سطح العين او التهابات قزحيه بتمنعنا ان احنا نعمل عمليات تصحيح الابصار بالليزر. اخيرا وهي حاله المكان اللي هنشتغل عليه تصحيح الابصار، يعني قرنيه، لو عندنا سمك قرنيه غير مناسب او رسم قرنيه فيها بعض معاملات الخطوره، ساعتها بنمتنع عن عمل الليزك. سمك الخزانه الاماميه اللي بنزرع فيها العدسات ممكن برضو لو ضيق يمنعنا عن زرع العدسات. في الظروف دي بنرجع تاني للاصل وبنستخدم النضاره للحصول على افضل رؤيه. شطاره الطبيب وامانته هي اللي بتحدد امكانيه عمل العمليه او لا. تقريبا احنا عندنا 30% من المرضى اللي عايزين يعملوا تصحيح ابصار بالليزر بنقول لهم احنا اسفين العمليه دي ما تنفعش لحضرتك، بس على الجانب التاني بقيه 70% معامل النجاح والامان في العملية تقترب من 100%.